الرق الاولاني، ونزلت بعد كده بالحشو بتاعتي كده، القوانص بتاعتي اللي انتوا عارفينها دي، اللي لو جربتوها بصراحه هتعجبكم جدا. لو عجبكم باقي الفيديو ما تنسونيش بقى في الاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس. شايفين حبايبي، اعملوا شير بقى لحبايبكم عشان اللي عنده برضو بواقي زي دي يعرف يتصرف كده ويعمل طاجن بشاميل محترم. احنا قلنا مش هنغلب طبعا النهارده بقى، قلنا نقضيها، فقلنا ايه نقضيها ليه، ما احنا عندنا اللي نعمله حاجه كويسه في البيت وحاجه للولاد هتفرحهم وجميله وبيحبوها. نزلت بالبشاميل بتاعتي الباقيه، طبعا انا قايله لكم ان لتر اللبن ما بيبقاش كافي قوي، فانا عندي شويه موتزاريلا كده بقى هبدا على الوش كده وانزل بيهم، هيعملوا لي المظبوط، هيعملوا لي هيدوني القوام المظبوط. بدأت كده بالشكل ده بقى كده، رصيت البشاميل بتاعي كويس، نزلت بالبشاميل بتاعتي ما حطيتش بيض ولا اي حاجه. هو بص اقتصاديه، هي طاجن اقتصادي جميل جدا جدا وهيعجبكم. شايفين حبايبي شكله؟ نزلت بقى